رجعنا لكم في توضيح حول جريمة القتل اللي صارت بعد ظهر اليوم في مدينة المنستير في إحدى المعاهد، بالتحديد معهد بورقيبة المنستير للفتيات. الجريمة المؤكد إلى حد الآن أن راح ضحيتها طفل تلميذ يقرأ في معهد خاص، معهد الرقي. اللي توفى يقرأ في معهد الرقي، في معهد خاص، معناها ما يقراش في معهد بورقيبة، للتوضيح باش تبدا الأمور كل واضحة وموضحة. الله يرحمه، ربي يصبر عائلته، ربي يصبر ميمته، راهو مشويين محروقين بوه. الطفل معناها عاقل حسب توشهادة الجميع، الطفل ما عندوش لا مشاكل لا عنده حتى شيء، يقرأ في معهد خاص، معهد الرقي. القاتل عمره 16 سنة، ما يقراش في المعهد، ما يقراش في المعهد، ومعاه رفيقه آخر، لأنه زوز اللي زوز أطراف اللي قاموا بالجريمة هذه. فما طرف آخر، معناه تلميذ آخر يقرأ في معهد بورقيبة، فما تلميذ آخر يقرأ في معهد بورقيبة حب يتصدى للقاتل، حب يمنع المغدور، تعرض لإصابة بالآلة الحادة على مستوى الكتف نتاعو، وحاليا هو موجود توا في قسم الاستعجالي. ما نجمش نوريكم التصويرة قدام القسم لأنه حالة اقتحام كبيرة قدام القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. انتشار كبير لقوات الأمن، ولي الجهة موجود على عين المكان في قسم الاستعجالي. إذن فما جرى هذا الحادث، فما راح ضحيته الطفل يقرأ في معهد الرقي، معهد خاص في مدينة المنستير. الله يرحمه، ربي يصبر عائلته، ربي يصبر ميمته ويصبر بي، وربي يصبر العائلة كلها على فراغ. دونك حالة ثانية، فما حالة أخرى اللي هي معناها بنفس الحادث هذايا، تعرض للإصابة على مستوى الكتف، هو موجود حاليا في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي، خاضع للفحوصات، قاعد يخضع للفحوصات وللتدخل الطبي لإنقاذه. حالته نورمالمون مستقرة. برشا تلامذة موجودين لهنا من المعهد، جيران الضحية، أقارب المتضرر الثاني، عائلة الضحية، أصدقاء الضحية، أصدقاء عائلة الضحية، معناها